أنه لا ينبغي لنا أن نقابل أعداءنا بسلاح لا ينفع، فإن هذا من التهور الذي يكون سببا للتدهور، بل نقابله بمثل سلاحه أو أعظم، لقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن هنا نعرف أن ما يفعله بعض الناس في المدن الإسلامية وغير الإسلامية من الفئات القليلة التي لا تملك من السلاح ما تملكه حكومتهم ثم يخرجون على الحكومة، نرى أن هؤلاء مخطئون بكل حال، حتى لو فرض أن الحكومة كافرة 100%، فإنه لا يجوز الخروج عليها بمثل ذلك. لماذا؟ لأن هذا سوف يكون إساءة إلى الإسلام وانتصارا لهذه الطائفة الكافرة إذا قدر أن الحكومة كافرة. وجه ذلك أنهم سيغلبون والعلم عند الله، سيغلبون. إذا غلبوا حينئذ قضي على البقية الباقية من أبناء المسلمين وانتصرت هذه الدولة التي يعتقد هؤلاء أنها كافرة. وهذا أمر ظاهر حتى من الناحية العقلية. أما من الناحية الشرعية فانظر إلى حكمة أحكم الحاكمين وهو الله عز وجل، حيث لم يأمر ولم يأذن أيضا للمسلمين في مكة أن يجاهدوا أو يقاتلوا، لم يؤذن لهم إلا بعد أن انتقلوا إلى المدينة وصار لهم دولة. والإنسان يجب عليه أن يتأمل قبل أن يقتل ما هي النتيجة وما هي الفائدة، والأحداث تشهد بأنه لا نتيجة ولا فائدة، بل تشهد أيضا شهادة واقعية أن أولئك الذين يخرجون على أئمتهم بحجة أنهم يريدون أن ينتصروا للإسلام وأن أئمتهم على الضلال والكفر، نرى أن الحال تنعكس وتكون أسوأ بكثير مما سبق. ولا حاجة إلى التشخيص والتعيين. تأملوا الآن كل التي حصلت فيها الثورات يتمنى شعوبها الآن أنهم كانوا على الحال الأولى السابقة، يتمنون أن هذا بكل قلوبهم ولكن لا يحصل.